بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباحكم كده فل وسعادة يا رب، وربنا يرزقكم جميعا براحة القلب ويعني وجبر الخاطر يا رب، اللهم امين. ويحقق لكم كده كل اللي بتتمنوه، كل شوية كده ربنا يحقق لكم حلم كده تكونوا بتتمنوه وتحسوا بفرحة كده، وتحسوا بجبر الخاطر من عند ربنا، اللهم امين. النهارده بقى انا عندي هعمل محشي. فطبعا صحيت اعمل القهوه يا جماعه، قولوا لي هل كده صح القهوه يا جماعه ان هي ترسي تحت كده بعد ما الواحد يعملها وتفصل كده؟ انا بصراحه حاسه ان هي كده مش حلوه، مش عارفه ليه الفتره دي حاسه البن مش حلو، مش عارفه. المهم خدت كوبايه القهوه كده، قلت اما اقعد اشربها كده واظبط دماغي يعني، واظبط تفكيري عشان عندي شغل كتير في المطبخ. وقلت هعمل محشي برنجان وكوسه، والمفروض كان بصل. تمام. ليه انا بقول لكم المفروض؟ لان البصل آه، في طريقه معينه كده بنتي بتعمله بيها، هي اللي بتعمله بايديها يعني وبتحبه. انا بعمل الخلطه عادي بتاعه المحشي، بس هي بقى بتزود عليه مكونات على الخلطه بعد ما تخلصي خالص وهتبداي تحشي المحشي بتاعك اهو. هي بقى بتاخد الخلطه دي، بتاخد شويه منها وتزود عليهم كميه كده وايه، شويه حاجات يعني وتعمل محشي البصل. بس هي كانت نايمة بصراحة، وقلت بقى ايه، بصراحة يا جماعة كان اليوم ده كنت مصدعة جدا وعايزة اخلص اللي ورايا، يعني انا عايزة اعمل شغلي واخلصه. قهوة بقى في شاي في قهوة تاني، بس دمرت نفسي اليوم ده. شايفين بقى الخلطة الجميلة؟ الخضرة ببقى مقطعاها وحطاها عندي في التلاجة علشان وقت زي ده، سلطة، محشي، كله سريع في سريع كده. وحطيت البهارات بتاعتي اللي انا حطاها دي، ليمون مطحون وبابريكا، وبهارات المحشي جايباها معايا من مصر، وكمون وكزبرة وشطة وملح وسنة سكر. وطبعا هنا البرنجان والكوسة، انا طبعا لما باجي اعمل بقى ليا في مصر انا والولاد او كده، ما بقليش بقى البرنجان ولا الكوسة ولا اي حاجة، بعمله يا اما في القلايه يا اما بحشي على طول كده عشان يكون خفيف. بس بصراحه جوزي يعني مش مستطعم موضوع الاكل الدايت ده او الموضوع اللي هو الاكل العادي ده، فقلت بقى خلاص انا هعمل لهم زي ما كنت بعمل زمان. هقلي البرنجان والكوسه عادي والخلطه بتاعتي عاملاها بسمنه بلدي وزيت زيتون. بس كانت لذيذه قوي. شايفين شكلها حلو ازاي؟ وطبعا قلبيها كويس خالص بعد ما تحطي على الصلصه بتاعتك، قلبيها كويس جدا علشان تتشرب كلها من بعضها. عملت اول صف كده برنجان وانا منيماه علشان هعمل كذا حاجه، انما لو كنت اعمل كميه قليله ببقى حاطاه واقف. تمام. اهو شايفين الجمال؟ شايفين؟ والله والله كان طعمه لذيذ، انا اكلت طبعا منه يعني، مضطره بقى هعمل ايه. رحت بقى كان عندي كرنب، طلعته برضك علشان يبقى لتاني يوم. يعني انا هسويه وكل حاجه، هسوي المحشي بتاعي بتاع الكرنب بتاع البرنجان والكوسه، والكرنب ده هسيبه بقى لتاني يوم. تمام اهو. شايفين الجمال؟ شايفين محشي ال الكرنب؟ وللاسف جوزي قال لي لا سويه يا ستي، انت هتكروتينا بالكوسه والبرنجان. فرحت سويته لهم واتبقى طبعا منه برضو لتاني يوم، بس سخنته بقى كده على اللي هي المصفى يا جماعه. المصفى بتاعه الطماطم دي بتحطيه فوقها كده وتحطي تحته حله الشوربه او حله ميه، وتسويه على البخار، تسخنيه على البخار. تمام. خلصت بقى المحشي بتاعي، وطبعا عملته وانا واقفه لان انا ما بعرفش اعمل حاجه يا جماعه وانا قاعده. ما تعرفوش في ايه. رحت عملت لي كوبايه قهوه تانية لاني ما اقتنعتش بالقهوه بتاعه الصبح دي، ما اقتنعتش بيها خالص. فشوفوا رغم ان انا خلصت البن يعني، بس مش مقتنعه بالبن ده بصراحه، مش مقتنعه بيه اللي هو البن الفاتح بتاع برنيس ده، كنا جايبينه من الحبيشي. ما اقتنعتش بيه بصراحه خالص، طعمه مش حلو وخفيف. المهم، وجهزت البصل لبنتي، فككته وجهزته، وكل شويه يا حبيبتي قومي اعملي المحشي. حاضر شويه دقيقتين كمان، 5 دقايق كمان. اخر المواخر يعني بصراحه، رحت لميت الخلطه حطيتها في التلاجة، والبصل حطيته في التلاجة لبستهم اكياس كده، قلت وقت ما هي تحب تعملهم تبقى تعملهم. البوتاجاز شايفين عامل ازاي مكان القليه؟ قلت بس لما اخلص تسويه المحشي خالص ابقى اغسل البوتاجاز. اتغدينا الحمد لله، وشطبت المطبخ بقى وكل حاجه، وانت بقيت الاكل في التلاجة. وقلنا بقى ايه، جوزي كان راجع من الشغل تعبان بصراحه، قلنا له مش قادرين خلاص، احنا محبوسين في البيت يا جماعه، والله محبوسين في البيت، يعني ايه اجازه ومش اجازه.
لا بامانه ربنا مش اجازه، واجازه ومش اجازه. ما بنخرجش بسبب ظروف شغل جوزي، وبسبب ان احنا بعيد جدا عن، يعني احنا في المدينه لكن بعيد بره. احنا بره، علشان تخرجي بقى جوه المدينه بتاخدي وقت. فاحنا اللي جنبنا هنا ايكيا، وانا بحب ايكيا بصراحه جدا، وبحب اخد طاقه ايجابيه منه كده. اي نعم انا مش هشتري حاجه، لان الحاجات بتاعته ما شاء الله اسعار ناس، يعني ما شاء الله، يعني مستوى تاني. تمام، بس بجد شايفين الديكورات وشايفين الشكل وشايفين النظام وشايفين الحاجات الحلوة. الله يرزقنا يا رب، الله يرزقنا يا رب، ويبقى عندنا حاجات من دي لو تلاحظوا ان انا بقى مثلا بعمل من ديكورات البيت، وبحاول ان اوصل للمستوى ده من فرش بيتي المعتاد، يعني فرش بيتنا العادي، فرش بيوتنا العادية، يعني بحاول ان انا اوصل للنظام ده، بس بالامكانيات المتاحة. شايفين الركن التحفة ده ممكن يبقى ركن قهوة، مع انها حاجات بسيطة والله يا جماعة، شايفين حاجات بسيطة جدا. والمطابخ بقى، المطابخ، انا ليه ما يبقاش عندي مطبخ زي ده؟ ايه ينقصني يا جماعة ان انا يبقى عندي مطبخ زي ده؟ مش هيتعمل فيه محشي، مش هيتعمل فيه مكرونة بشاميل، مش هيتعمل فيه حواوشي، هيتعمل فيه احلى محشي واحلى مكرونة بشاميل واحلى حواوشي واحلى اكل واحلى كشري واحلى فول واحلى اي اكل كمان. بس يبقى عندي مطبخ زي ده. شايفين الجمال، شايفين الروعة، شايفين المطبخ الابيض يا جماعة؟ ايه الجمال ده؟ بجد انا بروح كده وبتخيل، بغمض عينيا كده وبتخيل نفسي ده مطبخي. شايفين الرخامة والحيطة بتاعت الرخامة، ايه الجمال ده؟ شوفوا انا بحسس كده، بحسس بركاتك، بركاتك يا دي المطبخ، بركاتك يا دي المطبخ. شايفين الديكورات الجميلة والقطاعات والبهارات وحاجات البهارات بجد حاجات حلوة قوي يا جماعة. ب18,000 ريال، ليه يعني؟ ليه يعني؟ ولا اي حاجة. وطبعا دي صورة، ده مش شباك حقيقي، دي صورة حاطينها كده وحاطين الإضاءة. والله تحفة، تحفة. شايفين الجمال؟ اللهم بارك، اللهم بارك. حاجة فوق الخيال يا جماعة. أنا بحب الديكورات قوي، وممكن ان انا اعمل جو في مساحتي الشخصية في بيتي. يعني اهو بيقولك، بقول لكم ده يناسبني، هذا ما يليق بي. شايفين الادراج؟ مش طبعا مش المطبخ من بره بس، لا ده من جوه مرتبين وحاطين فيه محتويات وكل حاجه. يعني وكانت عجباني قوي بقى الادراج، مش تقفليها رزع كده، انت بس زقيها زقه كده وهي هتنسحب لوحدها وتتقفل لوحدها. تمام. مش عشان انا افتح درج، انا بفتح درج المطبخ الاولاني، الخمسه بيتفتحوا معاه من تحت. كرم مفيش بعد كده، ما شاء الله، كرم كرم يعني المطبخ. انا بفتح الدرج الاولاني كده اهو، تمام، الخمسه اللي تحته او الاربعه اللي تحته بيتفتحوا معاه. يعني مجهود فظيع، مجهود يعني راقي ما شاء الله. هو ده بقى المطبخ اللي انا بحلم بيه، بمساحته، تمام، بامكانياته، بحاجته، بحلله، بسلطاته، ببابا غنوجه، بسجادته، بكل حاجه، بترابيزته اللي في النص دي. طب بذمتكم ما أنا مش بقى عامله ترابيزه عندي في المطبخ كده، ومغطياها بمفرش من ابو 5 ريال، رهيب، ويوم اقلبه على ظهره ويوم احطه على وشه، يعني ما شاء الله. شايفين الادراج؟ اهو بصوا يتقفل لوحده. عجباني اول الحركه دي. بصوا اهو لوحده. هما اللي قالوا لي انظر في الداخل. بصوا يا جماعه مرتبين كل حاجه، يعني انت خدي المطبخ بكل حاجه فيه. حتى الزهريه الصغنونه دي عجبتني، عجبتني، هي دي اللي انا كنت بدور عليها بقى عشان اشتريها، بس لقيتها ب4 ريال، صغنونه قوي على 4 ريال بصراحه. بس انا انتوا فاكرين ان انا طلعت ما اشتريتش حاجه؟ لا انا اشتريت، انا اشتريت في كميه اطباق كده، 5 اطباق كده بتوع الاطفال ب6 ريال، شايفاهم بقالهم يجي 6 7 سنين. تمام. وكل ما اروح نفسي اجيبهم، اللي هم الاطباق بتوع الاطفال دول. والله مش هتصدقوا، هتقولي انت تعملي باطباق الاطفال؟ انا هاكل فيهم يا جماعه، انا بحب يبقى اطباق ملونه، الوان فاتحه، تبقى صغنونه، انا بحب كده. شايفين درج البهارات منظم وجميل ازاي؟ حاجة فخمة وشياكة. شايفين تنظيمات ومتقسمة كده، تبارك الله، تبارك الله على الجمال وعلى شكل الرخامة. مش رخام يا جماعة من التقيل ده، لا حاجة خفيفة كده بس شكله حلو قوي. شايفين؟ روعة روعة روعة، نظام فوق الخيال.
وطبعا الفرن والميكروويف والتلاجة والفريزر، كله له مكان، كل حاجة ليها مكان. الواحد بيطلع من ركن يشوف ركن احلى منه، كل ما يطلع من ركن يشوف ركن احلى منه. رحت اشوف البتاع ام 29 ريال دي، يعني هي 50 ريال اللي معايا في شنطتي، 50 ريال. هعمل ايه بقى؟ لازما هجيب بقى ايكيا كلها او ايكيا. شوفوا بقى، بصوا انا معرفش هو بيتنطق ازاي، بس فمره اقول لكم ايكيا ايكيا، مش مشكله. ايكيا تطلع لنا تصريح رسمي يا جماعه بنطقه الصح، عشان نخلص بقى من الكلام ده. وده طبعا ركن واحد بس كده للمطبخ، يعني حيطه واحده فيها كل حاجه منظمه تنظيم. ولا الاحواض، عندهم بقى مكان كده تشوفي فيه الاحواض واشكالها كلها والحنفيات واشكالها كلها. طبعا الصينيه الدواره دي برضو، شايفين الضلف الازاز بتنسيقاتها بتنظيماتها. ده مطبخ اسود، يعني مطبخ اسود، شايفين شكله وجماله، يحببك في اللون الاسود في المطابخ. اهو مش شايفين الاطباق اللي في الوش دي، الاطباق البلاستيك اللي محطوطه دي، اهو انا جبت منها واحده، وجبت من الطباصي دي واحده. وكان في ميداليه كده، ميداليه انك تشيلي شياله، يعني حامل للموبايل، لو انت بره وبتتفرجي على حاجه على الموبايل، بتسمعي حاجه، بتحطيها على ميداليه دي. باين كانت ب3 ريال ولا بريالين ونص، مش عارفه. اهو شايفين الادراج، وجوه الادراج قسم تاني، يعني بصوا. لا 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 لا، افتكاسات كده واختراعات. ربنا يرزقنا يا رب ونعمل ان شاء الله. حتى الحاجات اللي جوه دي كل حاجه بسعر، يعني الحاجات اللي جوه دي، انا كان عندي هراسه التوم دي، بس ما كنتش جايباها من ايكيا، يعني ما كنتش انا رحت ايكيا، جبتها من زمان. كان في بنوته عامله جروب على الواتس هنا في المدينه، وبتجيب حاجات من ايكيا وبتوصلها لنا. فانا طلبت فرمت التوم دي، كنت جايباها، وكنت جايبه الصواني البيضه اللي عندي في مصر لو فاكرينهم، كنت جايباهم معاها يعني. اسعارهم كانت متهاوده، وكانت رخيصه ساعتها، وكان في عروض، فانا جبتهم من باب ان انا كنت حابه اجيب من ايكيا دي حاجات، ومن باب ان انا اصلا كنت محتاجاهم اساسا، كان نفسي اجيبهم قوي، وكان سعرهم متهاوت. شايفين الترابيزه اللي في النص دي، او الجزيره اللي في النص دي، الجزيره اللي في النص في المطبخ دي يا جماعه. شايفين بقى الرخامه مع الحيطه، لون فاتح. هنا كنت بقول لبنتي البتاعه دي بتاعه الصابون، قلت لها معقول دي كان مش فاكره كانت بكام، كان سعرها حلو قوي. كانت بكام يا ربي؟ ب9 ريال باين، بس دورت عليها ما لقيتهاش، معرفش كانت فين. لو رحت تاني، لو نزلنا اتمشينا تاني في ايكيا، لان هو جنب بيتنا يعني، وانك تعرفي انك تغيري جو فيه. حلوة قوي، عجباني. كنت شايفاها عند واحدة اسمها جولي على الانستجرام، كانت عجباني قوي. ودي بقول لها دي ب10 ريال، يا ترى اللي جوه ولا اللي بره؟ قالت لي يا ماما اللي بره ب10 واللي جوه ب7. اهو شايفين، هي بتشاور لي وبتشرح لي. هو انا ما جبتهاش يعني، مش محتاجاها دي، بس كنت بشوف سعرها، شوف الحاجات اللي سعرها متهاود، اللي اقدر اجيبها وافرح نفسي بيها واتبسط بيها، عشان دي اللي اقدر اجيبها دلوقتي. هنا كانت بنتي الصغيره بتقول لي يا ماما شوفي الركن بتاع المكتب ده، هو ده اللي انا نفسي اعمله في اوضتي. اصل اوضتهم بصراحه عندنا في مصر ضيقه قوي، اوضتهم ضيقه قوي قوي، وما فيهاش حاجه، ما فيهاش غير السريرين واللبنه المعفن اللي ما فيهوش اماكن، ولا في اماكن تخزين، ولا عندهم حاجه يحطوا فيها، ولا وحده ادراج كده يحطوا فيها كتبهم ولا حاجتهم. يا جماعه والله، إيه، ربنا يرزقنا يا رب ويفتحها علينا. انا مش عارفه اعمل لهم وحده ادراج. تخيلوا وحدة أدراج يحطوا كتبهم وحاجتهم. بنتي وحاجتها وعندها حاجات صغيرة كده في الجامعة بتاعتها وشغلها والبوكس بتاعها والأدوات بتاعتها والكونترا والحاجات دي كلها، عندها حاجات يعني بجد محتاجة لها أماكن تتعان فيها، بتضيع وبتتبهدل وبتقع وبتتكسر. نفسي اعمل لها وحده ادراج خاصه بيها، ووحده لاختها، يعني مش مثلا وحده كده مثلا فيها درجين ليها، لا، انا بنتي محتاجه لها وحدتين 3 يعني كمان، بس الاوضه مش مكفيه،
اوضتهم مش مكفيه ان انا احط لهم فيه. انا مش عارفه اعمل لهم ازاي النظام في اوضتهم آم، ياخد حاجتهم. بصراحه دول بنات وبيكبروا وكبروا، انسات، يعني المفروض ان يبقى لهم اماكن يحطوا حاجتهم فيها. ما عنديش اماكن، ما عنديش مكان في الاوضه. هي شقتي 3 اوض صغيرين جدا جدا. اوضه ابني كنا واخدين منها متر عشان نعمل طرقه تطلع لبلكونه. متخيلين من تقسيمه الشقه معموله غلط. فالراجل اللي كان عامل الشقه، احنا كنا راسمين له الشقه كانت واسعه وكانت فيها مترين داخلين في الصاله، بلعهم في السلم والشقه صغرت خالص خالص بقى. يعني بجد زعلانه قوي، يعني مش هعرف اعمل تاني هنا شقه تانية. فالاوضه بجد مزعلاني جدا، والحاجه غاليه جدا جدا. الخشب والحاجات اللي بتتعمل، حتى لو عملته من الخشب المضغوط ده برضو بيستغلوا الوضع، وغالي جدا بصراحه. ولو قالوا لي اعملي ارفف وكده، ما هتكركب الاوضه وهتضيقها اكتر. يعني مفيش عندي مساحه غير حته كده قدام السرير بس اللي بيتحركوا فيها يصلوا فيها. انا ساعات بنتي بتقعد على الارض عشان تعرف تعمل شغلها او تعمل حاجة. المكتب بتاعها اللي كان عندها هنا في السعودية باباها شحنهولنا واتكسر في الشحن، ومحطوط يعني ما فيهوش ادراج. هو كام رف كده كنا جايبينه عشان كان رخيص، كنا جايبينه من هوم بوكس عشان كان رخيص ساعتها في الوقت ده، وهي في الثانوي هنا. فبصراحة متضايقة جدا من اوضتهم. يعني انا بحكي معاكم وبقول لكم تفكيري يعني من ناحية اوضة البنات. اوضة ابني ما فيهاش غير سرير ودولاب. ابني في الجامعة محتاج مكتب، محتاج تسريحة، محتاج، مش عارفة احط له حاجة في اوضته. والعفش غبي. العفش بتاعي غبي 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 غبي، ولونه بني وشكله وحش. مش عارفة يعني بني كمان بالع الأوضة. فأنا مش عارفة. ولو جيت أقول مثلا أبيع الحاجات دي ولا تسوى شلن. شوفوا بيخسفوا لي بسعرها الأرض، رغم ان هي خشب تقيل ونضيف. وكنت مكلفة عليها، مش عارفة كان دماغي فين وانا للنجار اعمل سرير ودولاب من غير ما اختار. والله انا مش عارفة، يعني كنت فاقدة الأهلية بجد في الموضوع ده. يعني كان جوزي اعملي سرير ودولاب، اعمل سرير ودولاب بكام بكذا، يلا. لكن ان انا اختار واعمل تنظيمات، ما كنتش في بالي الحاجات دي يا جماعة، ولا كنت عارفة. ما كنتش عارفة بصراحة، ما كنتش عارفة اشوف اصلا ولا اختار. فصعبان عليا بناتي ان هم ماشيين كده يتفرجوا على الحاجه نفسهم يبقى عندهم اوضه واسعه، نفسهم يبقى عندهم خانات يعينوا حاجتهم وكتبهم. انا بنتي حاطه كتبها، بنتي الجامعيه دي حاطه كتبها في صندوق تحت المكتب، في صندوق بلاستيك من ابو 5 ريال. فمش عارفه بجد الموضوع ده مقرقني جدا ومزعلني وخانقني. يعني لما بشوف اماكن زي دي بيصعب عليا بجد نفسي، وبيصعب عليا يعني انتوا عارفين في ناس متخيله ان ياما هنا ياما هناك. وبالمناسبه جبت بتوع الصابون دول، جبت 2 عشان الواحده ب4 ريال، 95 هلله ولا 65 هلله مش فاكره. المهم جبت منهم 2 ليا. شايفين الوحده بتاعت الحمام دي؟ ايه الجمال والنظام ده. على فكرة النظام يا جماعة، النظام محتاج مكان، تمام، ومحتاج فلوس. انت لو نظمتي المكان خلاص، خلاص طاقة ايجابية بقى، كل حاجة هتبقى في مكانها. فما شاء الله انا عندي في الحمام في مصر عامله رفين ازاز، عشان انا عاوزه اعمل وحده زي دي كده واعمل عليها المسحوق. عامله رفين ازاز ده اللي طلتهم اعملهم. انا كنت نازله شقتي دي، نازله نهائي لشقتي دي. بجد بجد شقتي ما تتسكن. ما كانش فيها لمبه قايده، محروقه، كل اللوند محروقه. كانت ريحتها وحشه رغم انها جديده. ما تفهموش ايه اللي حاصل في شقتي في مصر بصراحه. بجد يا جماعه والله العظيم في مره احكي لكم. بنتي بقى كان عاجبها الدولاب ده، تقول لي يا ماما اعملي له دولاب زي ده، انا عايزه اعلق هدومي حلو، انا عايزه ارتب هدومي حلو. صورته، انا صورته على امل اعمل لها دولاب زي ده. بس مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه اقول لكم ايه والله. فيلا الله المستعان، ربنا يرزقنا جميعا ويفتح علينا. وهكمل لكم في الفيديو الجاي قصه شقتي، هكمل لكم في الفيديو الجاي قصه شقتي في مصر. يعني الله يكون في عون شقتي دي بجد. يعني انا مش يعني بقنط عليها، انا زعلانه عليها.
فيلا يا حبايبي، يا رب كده الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا في الجولة الحلوة دي وخدتوا شوية طاقة إيجابية. وأنا آسفة إن أنا اتكلمت عن شقتي بالطريقة دي، بس أنا هفهمكم ليه بعدين إن شاء الله. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، ومع ألف سلامة.